بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الفل عليكم وصباح الجمال. وحشتوني جدا. النهاردة فيديو مهم جدا بنستناه كلنا كل أول شهر، فيديو تنظيم أو مشتريات الشهر من لحوم وفراخ. ويعني بصوا الفيديو جاي إن شاء الله هيكون عن مستحضرات اللي هي الصابون وكده، لكن النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم عن التتبيلات اللي أنا بعملها طول الشهر والميزانية. انا بصوا هذكر اسعار، بس هذكر اسعار حسب ما انا اشتريت النهارده، وحسب بقى الله اعلم انت هتتفرجي على الفيديو امتى. والاسعار انتوا عارفين ان كل يوم بتتغير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اول حاجه هنبدا بيها وهي ميزانيه الفراخ. طبعا هتختلف يا جماعه من اسره للتانيه، وعدد الاسره وكميه الاكل اللي ممكن الاسره تكون بتستخدمه. يعني مش قاعده اساسيه، انا مجرد بقدم لك افكار وتقدري تمشي عليها حسب ميزانيتك وحسب عدد اسرتك. اول حاجه بسمي الله كده، بكون منضفه الحوض بتاعي وبجيب حاجه كده زي طبق او حاجه احط فيها الكيس، عشان اي حاجه هتطلع من تنظيف الفراخ ما بحبش ارميها في السله، لان طبعا الجو حر وما ينفعش ان احنا نرمي الحاجات دي في السله، هتلاقيها غيرت ريحه المطبخ عندك خالص. فطبعا بتدي ابنك ان هو ينزل يرميها في السله تحت. فاول حاجه انا حطيت اهو الكيس، وابتديت ان انا احضر طبق فيه ميه وعصرت الليمون. واول حاجه هطلعها هي الفراخ، بشطفها الاول من اي ميه من الزفاره كده اللي فيها، وبعد كده بنقعها في الميه والليمون عشان اقدر ان انا اتعامل معاها. دي اول خطوه مهمه. عايزه توفري على نفسك ليمون شويه، هاتي 5 6 ليمونات وحطي معاهم معلقه من الملح ومعلقه من الدقيق وشويه ميه صغيرين، واضربيهم في الخلاط هيعملوا معاكي معجون حلو قوي قوي تستخدميه في التنظيف. اليوم ده انا كنت طالعه من السوق وكنت تعبانه جدا، والحاجات دي كانت جاياني من امبارح بالليل، فشلتهم في الفريزر شويه. والنهارده كنت بجيب الخضار واللحوم، فشلت الفراخ في الفريزر، وبعدين ابتديت ان انا اطلعها النهارده اتعامل معاها. اول حاجه انا كنت جايبه 3 فرخات. بصوا يا جماعه، ميزانيه الفراخ كلها على بعضها 700 جنيه، اللي هم كانوا 3 فرخات سعر الفراخ 70 جنيه، و2 كيلو بانيه وكيلو من الشيش طاووق او اللي هي الاوراق المخليه. دولت قطعوا بالظبط حوالي 720 جنيه. ادي ال2 كيلو بانيه، والكيلو اللي كان قبلهم ده بتاع الشيش طاووق، وال3 فرخات اللي انا وريتهم لكم في الاول وان انا نقعتهم في الميه والليمون. اول حاجه انا هغسل كيلو من البانيه زي ما انتم شايفين كده، وده هيكون بانيه عادي، يعني هنعمله البانيه اللي احنا بنقليه عادي. وكيلو التاني هقول لكم هنعمل فيه ايه، وهو مثلج كده ودي حلوه جدا يعني. انا اصلا لما باجي اقطعه شاورما كده بدل ما يكون يتهري من ايديا، فبشيله في الفريزر شويه، وابدا بقى ان انا اجيبه وهو متلج كده واقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين. ما تخليش الراجل بتاع الفراخ يقطعه لانه ما بيبقاش مقطعه بطريقه حلوه يعني. لكن انت حطيه مجمد زي ما هو اهو، وخدت النص كيلو، ادي اول نص قطعته وادي النص التاني. بصراحة بتاع الفراخ عندي يعني ما شاء الله مظبطنا في الليمون وكده، فالحاجة بتبقى عنده بصراحة زي الفل. ببدأ بقى ايه بقشر الليمون كده كل شوية بطهر يعني البلاستيكة اللي انا بقطع عليها والسكينة بتاعتي، وهبدأ ان انا استخدمهم. انا نقعت الفراخ في الليمون، ونقعت الشيش طاووق في المية والليمون، ونقعت كمان البانيه وكمان قطع الشاورما اللي انا عملتها. هبدأ بقى هنا كمية بصل يعني براحتك. احنا هنبدأ نضرب البصل حوالي كيلو بصل هو اللي هنشتغل بيه. انا بحب ان انا اتبل حاجتي وبشتغل بيها طول الشهر في الفيديوهات معاكم، بجيب لكم المقاطع كمان من البداية من اول ما ايه تبلناها كده. لكن انا بكون بتسهل عليا كتير جدا، وكمان بقدر ان انا اتابع شغلي او اتابع قناتي، وفي نفس الوقت مبقاش مقصرة في بيتي. اول حاجه انا ضربت كميه البصل كلها ومعاها واحده من الطماطم، وهبدا اقسم البصل ده لكميات. ركزوا معايا بقى عشان تفهموني انا بقى اعمل ايه، وان شاء الله يفيدكم. الميزانيه دي يا جماعه حوالي 1200 جنيه اللحوم والفراخ. اللحوم والفراخ هقول لكم انا جبت لحوم ايه وفراخ ايه. انا بوصلها ل 1500 جنيه لما بعمل الكفته الجملي والكلام ده كله. فالمره دي لسه ما لحقتش اعمل الكفته الجملي، فدي 1700 500 يعني 1300 جنيه بالظبط. انا هنا قسمت البصل، حطيت عليه شويه ملح وشويه فلفل وشويه حبهان بودر وورق لورا، وركنت حبه من البصل. هاخد حبه من البصل تاني وهحط عليهم نفس الكلام، شويه ملح وشويه فلفل اسمر، وكمان هحط معاهم برضو حبهان، بحب الحبهان جدا البودر بيفرق كتير، وشويه بابريكا اللي هي المدخنه. هقول لكم كل حاجه استخداماتها ايه. فانت كده كده هتقطعي البصل كله مره واحده مع بعض، وبعد كده هنقسميه زي ما انا بقسمه كده. هنا حطيت شويه ليمون، انا كنت عصره الليمون ومجهزه كل حاجه عشان اسهل على نفسي، وهنا ده الحبهان البودر.
كده تاني حاجة احنا ركناها. هنسيب بقى حبة في الكبة بتاعتنا، هنزود عليهم طماطمايه، هزود عليهم قرن فلفل اخضر، وهزود عليهم بقى فص توم، وتتبيلة من تتبيلة الشيش طاووق. لو عندك، ما عندكيش، هي كانت موجودة عندي، ما عندكيش يبقى نحط بصل بودر، توم بودر، بابريكا، شوية من الكاري، شوية من الصويا صوص. دي بابريكا يا جماعة، اللي هي بتاعت المدخنة قصدي، معلش اعذروني. ومعلقتين من الكاتشب، شوية من الحبهان البودر، وهنحط بقى خل، وهنحط ليمون. دي تتبيلة الشيش طاووق وتتبيلة الفراخ المشوية. شوية زيت بقى كده حلوين، معلقتين 3 كده من الزيت، وشوية من الكاري اللي بيدي ريحة ولون حلو. كده انا عملت خلطة حلوة قوي. الخلطة دي هتستخدميها في ايه نوع؟ هنستخدمها في الشيش طاووق، وهنستخدمها كمان في ان احنا نتبل فرخة من الفراخ نشويها. انا حطيت شوية ملح وشوية فلفل اسمر مع البهارات اللي انا حطيتها كلها في الاول. ابدأي بقى اضربي المكونات دي، نعميها جدا، يعني انا عايزاها تبقى سايلة عشان خاطر سواء الشيش طاووق او سواء الفرخة يشربوا طعم التتبيلة، فلازم تبقى سايبة جدا. شايفين هي عاملة ازاي؟ بصوا الموضوع يعني بياخد منك يوم بس تعب، لكن صدقوني والله انت بترتاحي طول الشهر. يعني خلاص طول الشهر انت بتبقي مرتاحة، عارفة ان عندك حاجتك متوضبة، تقدري بقى تعملي شوية رز، شوية مكرونة، اي حاجة جنب الحاجة اللي انت مجهزاها. هنا انا هضيف بس معلقة من العسل الابيض، ودوت لو ما عندكيش اديها بس رشة من السكر بسيطة. ده بيدي لون حلو قوي، وبيخلي التتبيلة نفسها تبقى مسكرة في الحاجة اللي انت هتستخدميها. انا كده قدامك اهو، حطينا الثلاث تتبيلات اللي احنا عملناهم. تتبيله اللي حطينا فيها ليمون وملح وفلفل، والتتبيله اللي احنا حطينا فيها حبهان بودر وورق لورا وليمون برضو، والتتبيله بتاعه الشوي اللي احنا عملناها على جنب. انا كده خلاص جهزت. نضفت حاجتي كويس قوي، غسلتهم بالميه والليمون، وغسلتهم بالميه والدقيق، وما رضيتش اطول عليكم في موضوع الغسيل ده. طبعا كلنا عارفين بنغسل الفراخ ازاي، بس اهم خطوه هي التصفيه. انا سبتهم عقبال لما عملت التتبيلات، كنت سبتهم كلهم في المصفى، وكل واحد تحتيه طبق، وابتديت ان انا اسيبهم يتصفوا كويس قوي من اي ميه فيهم. قشر الليمون ما ترميهوش يا جماعه، قشر الليمون حطيه في اي تتبيله، بيضيع اي ريحه زفاره. اول حاجه الشيش طاووق انا كنت قطعته قطع بقى، خلاص نضفته وغسلته كويس قوي، صفيته زي ما انتم شايفين، وقطعت الاوراق لقطع صغيره اللي زي ما هتخش في السيخ اللي هو الشيش طاووق. وهبدا اخد نص التتبيله زي ما قلت لكم، وهقلبها كويس قوي مع الشيش طاووق. على فكره الشيش طاووق بيبقى حلو قوي قوي لما بتكوني عامله التتبيله بتاعته قبلها. انا بحب بحط بقى مع الخضار عشان يشرب التتبيله، بس الخضار ده عباره عن بصل، فلفل احمر وفلفل اخضر، ما تحطيش طماطم. وابداي بقى ايه، تبلي الخضار كمان، هديله رشه ملح ورشه فلفل اسمر كده عشان يبقى طعمه حلو، وهيشرب طعم التتبيله. يعني انتي لما بتحطي الخضار فريش بيبقى حلو كل حاجه، بس لما بيشرب طعم التتبيله بتاعت الشيش بيبقى طعمه اقوى كمان. كده ركنت الشيش على جنب. هنا بقى جبت اللي هي الملح والفلفل وحبهان بودر والبابريكا، وحطينا عليه الليمون. ودي كانت تتبيلة البانيه. ادي كيلو البانيه، وهبدأ ان انا اتبله. عايزه اقول لكم ان انا هعمل اكتر من 15 طبق. يعني طول الشهر بتقدري بقى تقسميهم ما بين كل يوم ويوم. تقدري تعملي حاجه تانية برضه هقول لكم عليها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. احنا منظمين الشهر كله باذن الله، ولغايه ما نوصل لميزانيه 2000 ونص بالمنظفات بكل حاجه. هنا بقى يا جماعه انا خدت نص التتبيله التانية اللي هي بتاعت الشيش، وكنت بقى قطعت فرخه من الثلاث فرخات، قطعتهم شوي. دي برضو بقى جايلك ضيوف، حتى لو عدد اسرتك يعني قليل، برضو تتبيله شوي، او ان انت ممكن تعمليها كبسه، بتبقى لذيذه جدا بالتتبيله دي. وانا فعلا عملتها اليوم ده، كنت ناويه ان انا اعملها يعني اعملها شوي، لا استخدمتها بعد كده في الكبسه وكانت حلوه جدا. الشيش طاووق انا قسمته على طبقين، لاني حاسه ان هو كميه كبيره علينا، فقسمته على طبقين جنب ايه بقى، مكرونه ورز ساعه ما هعمل. وبعد كده بقى البانيه هقسمه بعددنا، حسب بقى عدد اسرتك، فانا قسمته على 3 اطباق. انت بقى العدد الاسره اكبر اصغر زي ما قلت لكم، انا مش هقدر احدد لك الكميه، انا اقدر اقول لك افكار وانت تقدري تمشي عليها. فهنا بقى انا قسمت البانيه الكيلو على 3 اطباق. كل طبق تقريبا كان فيه 5 أو 6 قطع حلوين يعني. ينفعوا الحمد لله يعني كأسرة عددها 3 مثلا، ساعات بنبقى 3 ساعات بنبقى 4 لو ابني موجود كده. هنا بقى ايه،
هبدأ بقى ان انا احط بقية البصل اللي هي حاطة عليه ملح وفلفل، من غير ليمون بقى ولا حاجة يا جماعة، شوية ملح وشوية فلفل وشوية حبهان بودر وورق لورا. ودي هعمل تتبيلة للفراخ اللي هي هتتسلق، دي تتبيلة السلق. عايزة اقولك ان بتخلي ريحة الشوربة بتاعتك يعني بتنقلها حتة تانية بصراحة. عارفة ريحة الفراخ كده حلوة مع الحبهان مع ورق اللورا والبصلة والملح والفلفل، فبصراحة بتبقى حلوة جدا. حسيت ان التتبيلة كتيرة، فانا خدت بقى ايه، على الشاورما كيلو البانيه اللي احنا قطعناه شاورما، فخدت شوية بصل بالملح والفلفل. عايزة اقولك انا ما قسمتش الشاورما دي ليه، لان الشاورما دي انا هطلعها كلها مرة واحدة وهشوحها بالبصل، وهقسمها لثلاث وجبات، مرة مكرونة مرة جلاش، يعني هيبقى شاورما جاهزة. لكن انا شلتها دلوقتي ما عملتهاش. يوم ما بطلعها كلها، اخد الكمية اللي انا عايزاها والباقي بقسمه لكيسين تانيين وارجعهم للتلاجة. هبدأ بقى ان انا اقسم الثلاث فرخات، الفرختين قصدي الباقيين، احنا كنا فرخة عملناها الشوي زي ما قلت لكم او كبسة. والفرخة دي هعمل ايه، كل ثلاث قطع في طبق اهو. طبعا الفرختين يعني 8، في طبق هيبقى فيه 3 وفي طبق فيه 3 وفي طبق فيه صدرين من الفراخ برضو هعمل عليهم كبسة، او هعمل عليهم فتة شاورما، هقطعهم واستخدمهم لفتة شاورما، يعني هقسمهم لوجبة. هنا بقى انا بوريكم الاطباق اللي احنا عملناها، اطباق كميتها الحمد لله، يعني الحمد لله تكفي وافكار كلها بتبقى جاهزه. يعني انا عارفه ان انا هطلع الفراخ دي هسلقها وهطبخ عليها، عارفه ان انا هطلع الشيش هشويه. هنا بقى اللحوم، الكبده والمفروم ده ان شاء الله الفيديو الجاي هو والمنظفات. تابعوني بس، ولو اول مره تشوفيني انزلي اعملي لايك للفيديو لو عجبك باذن الله، واشتركي في القناه كمان عشان خاطر تشوفي جميع الميزانيات اللي احنا بنعملها. دي بقى حاجه انا نسيت اقول لكم عليها، ان انا كنت جايبه نص كيلو كبد وقوانص جنب الكبد والقوانص اللي طالعه من الفراخ، وعملت اليوم ده الوجبه دي، يعني اليوم ده اللي انا اشتغلت فيه وعملت تقسيمات الشهر، عملت كبد وقوانص بالبطاطس جنب شويه رز ابيض، فكانوا حلوين جدا. فنسيت اقول لكم كمان ان ده طبق زياده. اتمنى ان انتم عشان نكمل بقيه الميزانيه مع بعض. وادي كل مشتريات الشهر بتاعتنا. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. وعايزه كمان منكم لايك زي ما اتعودت منكم، لايك كده وتشجيع حلوه. وان شاء الله باذن الله انتظروا فيديو جديد هقول لكم برضو على اللحوم وعلى المنظفات. اسيبكم في حفظ الله ورعايته.